هذا العاجل. المحكمة العليا تقرر غدا المكمل لرمضان، والعيد سيكون بعد غد الجمعة. إذا مشاهدينا الكرام، الديوان الملكي، المحكمة العليا تقرر غدا المكمل لرمضان والعيد بعد غد الجمعة. إذا هذه النتيجة النهائية مشاهدينا الكرام. نتابع وإياكم هذا العاجل وما وردنا عبر القناة الإخبارية. الديوان الملكي، المحكمة العليا تقرر غدا المكمل لرمضان والعيد بعد غد الجمعة. إذا هذه النتيجة النهائية مشاهدينا، وهذا الإعلان الرسمي من الديوان الملكي. المحكمة العليا تقرر غدا المكمل لرمضان والعيد سيكون بعد غد الجمعة. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي النتيجة الأخيرة لكافة الجهود التي رأيناها من خلال تغطية القناة الإخبارية من كافة مراسليها وشبكتهم المنتشرة في مناطق المملكة، وتلك المراصد المنتشرة 12 مرصد في كافة المناطق بالمملكة. تحرت الرؤية، سعت، اجتهدت، وقفت على قدم وساق، وهذه النتيجة النهائية. إذن الديوان الملكي، المحكمة العليا تقرر غدا مكمل رمضان وسيكون بعد غد الجمعة. عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير. دعونا الآن نوافيكم بكل كبيرة وصغيرة نذهب إلى المحكمة العليا ويلتحق بي الزميل العزيز سليمان الجبر. سليمان، أهلا وسهلا فيك. رأينا النتيجة، ما هي الأجواء من حولك؟ سليمان، يبدو أننا فقدنا التواصل مع سليمان. إذا المشاهدين الكرام، نعم زميلي فيصل. نعم، تفضل. نعم زميلي فيصل، أمسي عليك بالخير وعلى مشاهدي ومستمعي الإخبارية في كل مكان. نحن نواصل هذه التغطية لتحري رؤية هلال شهر شوال. طبعا بعد أن قرأت البيان قبل قليل زميلي فيصل من دائرة الأهلة هنا في المحكمة العليا، طبعا تعذر رؤية الهلال عبر المراصد 12 الموزعة على مناطق المملكة، وبالتالي غدا هو الخميس هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الجمعة هو غرة شهر شوال وهو يوم عيد الفطر المبارك. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمنها وأن يديم علينا هذا الأمن والأمان في ظل قيادة خالد مولاي.